السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة افتتاح كأس العالم للأندية ومباراة النادي الأهلي وإنتر ميامي. طبعا النهاردة افتتاح البطولة، والنهاردة مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي. النهاردة نجوم العالم كله هيتفرج على المباراة، فالماتش النهاردة هيكون ماتش أكيد صعب على النادي الأهلي، بس النادي الأهلي إن شاء الله يعمل نتيجة إيجابية. يعني هو لو تعادل النهاردة يبقى عمل أكيد إنجاز تاريخي للعيبة وللنادي الأهلي أكيد. يعني النهاردة هيلعبوا ميسي وسواريز وباقي فرقة إنتر ميامي. النهاردة لعيبة النادي الأهلي تريزيجيه، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، بن شرقي. يعني كل اللعيبة إن شاء الله تكون فايقة النهاردة ويقدموا مباراة تليق بالنادي الأهلي إن شاء الله. وربنا يوفق اللعيبة وإن شاء الله يسعدوا الجماهير النهاردة اللي رايحة المباراة النهاردة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله يعني تكون مباراة كويسة وتكون اللعيبة فايقة، وبالتوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله تعالى. استناكم في الكومنتات تقولوا لي يعني إن شاء الله النتيجة. إيه رأيكم؟ كل واحد كده يقول لي النادي الأهلي ممكن يعني يتعادل أو يفوز. كل واحد يقول لي رأيه في الكومنتات كده في إن شاء الله النتيجة. وربنا إن شاء الله يعني يوفق النادي الأهلي النهاردة ويعمل نتيجة إيجابية. يعني إن شاء الله لو ربنا يكرمنا ونفوز، دي طبعا هتكون نتيجة تاريخية للنادي الأهلي إن شاء الله لو فاز على إنتر ميامي، كمان في أمريكا، في بلده، وهو طبعا رقم واحد في بلده. فده هتبقى نتيجة عظيمة جدا للنادي الأهلي لو هو قدر يفوز على إنتر ميامي. احنا عارفين إن كأس العالم للأندية المرة دي